كل اللي حصل مع مراته وبنته، وإنه كان لازم يدافع عنهم ويحميهم. بس الضابط راح له وقال له اللي حصل حصل خلاص، وبيقول له يقوم علشان يدور معاه على الشاب التاني ويمسكوه قبل ما يهرب. وكل واحد فيهم بيمشي في طريق مختلف، والأب بيقدر يوصل له ودخل عليه وهو مرعوب. بس أول ما شافه الشاب قال له افتكرتك حد مهم، وفضل يستفزه بالكلام، وكان عارف ومتأكد إنه ضعيف ومش هيقدر يعمل له حاجة. وبدأ يعترف له باللي عمله مع مراته وبنته، وكان بيوصف كل حاجة وبيستفزه أكتر وأكتر. وكمان بيقول له كان لازم تسمع صوتهم وهما بينادوا عليك وبيترجوني علشان أرحمهم. وقال له إنه جبان وهيفضل طول عمره جبان، وبيسحب حديدة من تحت المخدة. بس قبل ما يضربه بيها كان الأب اتشجع وضربه طلقتين، بس الولد في نفس الوقت ده كان ضربه في عينه بيها والأب بيغمى عليه. ولما فاق الصبح كان دايخ وما كانش شايف حاجة، وحاول يكمل بس مقدرش، وكان بائس جدا فقرر يخلص على حياته. وسوزان اتأثرت بالرواية دي وحاولت تنام، لكن بعد شوية بتلاقي إدوارد بعتلها